إذا كانت مراكش تشتهر بطبق الطنجية، فالريساني أساسا ومنطقة تفيلات عموما تعرف بالمدفونة الفلالية، خبز محشو باللحم مع التوابل واللوز والبيض. عبد المالك جزار يعد هذه الأكلة حسب طلب الزبون، وهذه أهم المقادير والمراحل. كنقرضوا اللحم، نقرضوا البصلة، نقرضوا القزبور، المعدنوس، من بعد كنخلطوا داك الشيء، كنديروا العطرية، اللوز، البيض، كنمشيو لعند مول الفران وندفونا. كل وحده وثمنها، كاينه من 60 درهم حتى ل 100 درهم، 90 درهم، 80 درهم، المهم كل واحد على قدر المستطاع ديالو. بعد إعداد الحشوة تؤخذ إلى الفرن ليملأ بها العجين، عجين يخبز لمدة 30 دقيقة. وعن كل مدفونة يتقاضى صاحب الفرن 10 دراهم، وقد يتكلف هو نفسه بالإعداد الكلي. كاين اللي تيجي باللحم ديالو تنعطيو حنايا العجينه، كاين اللي تنتكلفوا ليه بها حنا القوام كامل كلشي. كاين النهار اللي نديرو فيه 50 الى 30 دفونه، كاين نهار 10، وداك الشيء على حسب المناسبات. وهذه الاكله هي الاكله المفضله عند هاد الناس، وكتندار في جميع الاعراس وجميع المناسبات، وكاع اللي جا للريساني وجا يزور مرزوقه لا بد ما ياكل المدفونه، الا ما كلاش المدفونه راه بحال ما كلا والو. المدفونة الفلالية طبق مميز لهذه المنطقة، بعض الأسر أصبحت تعده داخل المنزل، والبعض الآخر يفضل تقديمه كأكلة محلية في المناسبات العائلية.